وجودك في علاقة مع شخص سام أو شخص غير سوي أو شخص نرجسي بيسبب لك ضغط نفسي وعصبي كبير جدا. وكتير مننا بيسأل هل في طريقة أتعامل بيها مع النوع ده من الأشخاص؟ في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن واحدة من أهم وأقوى الطرق في التعامل مع أي شخص غير سوي أو سام. أهلا بيكم مرة تانية. ساعات كتير بتجمعنا علاقات بشخص غير سوي، شخص مضطرب، شخص سام، أو حتى شخص نرجسي. طب إزاي نتصرف معاهم؟ في الحالة دي التصرف الصحيح في التعامل معاهم هو عدم التعامل معاهم. التصرف الصحيح هو إنك تتجنبهم، تقطع العلاقات معاهم. قطع العلاقات مع أي شخص سام مش بس بيبعدهم عن حياتك، كمان بالشكل ده أنت ممكن تكون بتديهم فرصة قوية جدا إنهم يعيدوا التفكير في طريقة حياتهم. ممكن تكون فرصة قوية ليه إنه يواجه نفسه ويعيد التفكير في سلوكه، ممكن يتغير للأفضل. صحيح هي فرصة ضعيفة جدا، لكن على الأقل تبقى إنها فرصة وتستحق المحاولة. المشكلة إنه ساعات كتير بتجمعنا علاقات مع شخص غير سوي أو سام، وساعات كتير بيكون شخص نرجسي. ساعات كتير بتكون قطع العلاقات بيهم أو تجنبهم شيء مش ممكن أو مش وارد أصلا، بتكون مجبر إنك تتعامل معاه. بالشكل ده بيكون ضروري جدا نتعلم إزاي نتعامل معهم. النوع ده من الأشخاص، والكلام هنا مقصود بيه أي شخص سام أو غير سوي، النوع ده بيتغذى على إنه يستنزف غيره ذهنيا وعاطفيا، بيحس بمتعة كبيرة جدا في الحصول على ردود أفعال عاطفية من الآخرين. لو نجح في كده بتكون لحظة انتصار بالنسبة له. قدرته على الأذى، قدرته على إنه يأذي غيره بتديله إحساس بالقوة، بالسيطرة، بيحس إنه هو المسيطر أو المتحكم في كل شيء. طبعا لو جمعتك علاقة أيا كان نوعها بشخص من النوع ده، طبعا علاقة زي دي بيكون لها تأثير كبير جدا عليك سواء نفسيا أو عاطفيا. علاقة زي دي بتسبب لك توتر وضغط عصبي كبير جدا، بتحس إن جزء كبير من تفكيرك مشغول بالعلاقة دي. ساعات كتير بتحس بالعكس أو إنك مشلول. الحقيقة إنه مهما حاولت تحافظ على إيجابيتك، وجودك في علاقة مع شخص سام طبعا بيكون لها تأثير عليك، وطبعا الضرر اللي بيسببه لك بيكون ضرر كبير جدا، ضرر نفسي، ضرر عاطفي، وكمان ساعات بيكون ضرر عقلي، وأحيانا ضرر مادي. للأسف إنك تتخلص من أي شخص من النوع ده شيء مستحيل ومش ممكن إنه يحصل. كتير جدا بنكون مشغولين وبنسأل نفسنا إزاي نتعامل مع النوع ده من الأشخاص. واحدة من الطرق القوية في التعامل مع الأشخاص المضطربين نفسيا هي طريقة جراي روك أو الصخرة الرمادية. الطريقة دي فكرتها مبنية على إنك تتحكم أو تقلل الضرر اللي هيحصل لك لو اتعاملت مع شخص سام أو مضطرب زي الشخصية النرجسية، أو حتى لو اتعاملت مع أي شخص مريض نفسيا. أول مرة ظهر فيها المصطلح ده أو تعبير جراي روك أو الصخرة الرمادية كان على مدونة إلكترونية اسمها Unshakable Calm. المدونة دي مرتبطة أو مهتمة جدا بعلم النفس، بتقدم نصائح وإرشادات عن إزاي تقدر تحقق الهدوء الداخلي والسلام النفسي. رابط المدونة هنسيبه في صندوق الوصف. في المدونة دي وفي سنة 2013 كان في مدون اسمه سكايلر. المدون ده كان مهتم بعلم النفس وكتب تدوينة مهمة جدا على المدونة دي سماها طريقة جراي روك أو الصخرة الرمادية، كوسيلة أو طريقة للتعامل مع المرضى النفسيين أو الأشخاص المضطربين. الهدف من الطريقة دي هو إن الشخص المضطرب نفسيا يحس بالملل من علاقته بيك، وبكده المرضى النفسيين أو غيرهم من الأشخاص الغير متزنين عاطفيا أو المضطربين نفسيا هيفقد الاهتمام بيك تدريجيا وبالتالي هيبعد عنك. سكايلر كتب في المدونة دي وقال: لما بيكون التواصل معك غير مرضي للشخص المريض نفسيا، ده بيخليه يعيد ترتيب عقله، ده بيخليه يكون متوقع منك الملل مش الدراما. الشخص المريض نفسيا أو المضطرب بيكون مدمن على الدراما وما بيقدرش أبدا يتحمل الملل. بمرور الوقت بيدور على شخص بديل ليك يستمد منه الدراما اللي بيدور عليها. تدريجيا انجذاب الشخص الغير سوي ليك هيقل وفي النهاية هيبعد عنك. بيكمل سكايلر ويقول إن المرضى النفسيين بيكون عندهم إدمان على السلطة، بيكونوا مهووسين بالسيطرة أو التحكم في غيرهم، دايما بيجربوا أساليب مختلفة للحصول على رد فعل من الشخص اللي قدامهم عشان يغذي إحساسه بالسلطة عليهم أو السيطرة عليهم والتحكم فيهم. لو نجح في كده ده بيديله إحساس بالسعادة، بيحس بنشوة الانتصار وبيحس إن دي طريقته في السيطرة على الضحية.
وطبعا ده بيحصل بعد محاولات كتير جدا، بس لحظة ما بيكتشف انه فعلا قادر يتحكم فيه بتكون لحظة انتصار بالنسبة له، وطبعا بيستمر في ألاعيبه وحيله النفسية عشان يضمن سيطرته عليك. الدليل اللي بيعتبره الشخص المضطرب أو الغير سوي أو حتى الشخص النرجسي على نجاحه هو رد فعلك. لو قدر انه يثير غضبك او يحصل منك على اي رد فعل، هنا بيعتبر نفسه انه انتصر عليك، ودي بتكون الجايزة اللي هو مستنيها. الكلام ده بينطبق كمان على التنمر. الشخص المتنمر لو قدر انه يثير غضبك او يستفزك، دي بتعتبر علامة بالنسبة له انه انتصر عليك. من هنا كانت طريقة جراي روك او الصخرة الرمادية. الطريقة دي فكرتها بكل بساطة مبنية على إنك ما تتورطش أو ما يصدرش منك أي رد فعل على أي تصرف غير سوي يصدر من شخص سام أو مضطرب أو حتى شخص مريض نفسيا. أي رد فعل هيصدر منك ما يكونش عاطفي، مشاعرك أو أفكارك دايما تتحكم فيها. طبعا الشخص النرجسي هيحاول باستمرار انه يستفزك او يثير غضبك. هو بيحاول ياخد منك اي رد فعل، وخاصة لو كانت استجابة عاطفية زي الغضب او الحزن، لان ده هو السبلاي او المدد النرجسي اللي هو بيدور عليه. دايما بيستمتع انه يثير غضبك. وطبعا لو قدرت انك تتحكم في مشاعرك وما يظهرش منك اي انفعال تجاه افعاله، او ان افكارك تكون غير مكشوفة تماما بالنسبة له، بالطريقة دي العلاقة بينك وبينه بيكون الملل هو المسيطر عليها. الدراما اللي بيدور عليها الشخص النرجسي دايما بتكون موجودة في رد فعلك. لو قدرت انك ما يصدرش منك اي رد فعل، في الحالة دي مفيش دراما، فبتكون العلاقة بالنسبة له مملة جدا. وجودك انت شخصيا بالنسبة له بيبقى ممل، بالتالي هيفقد الاهتمام بيك وهيدور على شخص تاني يستمد منه الامداد النفسي اللي بيدور عليه. هيدور على شخص يقدر يستفزه ويثير غضبه ويتلاعب بيه بكل سهولة. طب ازاي ممكن نطبق الطريقة دي؟ الموضوع كله مبني على انك حرفيا تتحول لصخرة لما تكون موجود جنب اي شخص غير سوي او مضطرب. انك تظهر كشخصية مملة، ما تتفاعلش نهائيا مع اي تصرف يطلع منهم. لو اتكلموا عن شخص او موضوع معين، بيكون عارف ان الموضوع ده هيثير غضبك. كل التفاعلات اللي تصدر منك تكون عبارات بسيطة، كلام مختصر جدا، كلام كل معناه انك اصلا مش مهتم. حتى الاهانات او الاساءة، عشان هو عارف انك طبعا مش هتقدر تتحمل حاجة زي كده وهتغضب جدا، لكن برضو انك تتصرف وكأنك ولا سمعت حاجة ولا شفت حاجة ولا كأن اي حاجة حصلت كده، انت قدرت تنتصر عليه. في قصة مشهورة جدا عن شخص روماني كان اسمه كاتو. في يوم من الايام الشخص ده انضرب في حمام عمومي. كاتو ما كانش يعرف الشخص اللي ضربه، ما حصلش بينهم اي معرفة قبل حكاية الضرب. المهم ان الشخص اللي ضرب كاتو جه بعد فترة يعتذر ليه، وكان رد كاتو: انا مش فاكر اصلا اني تعرضت للضرب. نفس فكرة الجراي روك او الصخرة الرمادية كان تكلم عنها الفيلسوف المعروف إبيكتيتس. إبيكتيتس كان صاحب مدرسة للفلسفة في أثينا. فلسفة إبيكتيتس كانت بتركز على قد ايه مهم انك تتقبل اي شيء مش ممكن تتحكم فيه، وتركز على كل شيء تقدر تتحكم فيه. وكان بيأكد إننا ما نقدرش نتحكم في الأحداث الخارجية اللي بنواجهها زي تصرفات الآخرين، لكن نقدر نتحكم في أفكارنا وردود أفعالنا. من خلال التركيز على كل اللي تقدر تتحكم فيه، هتقدر تقلل القلق والتوتر في حياتك، وهتقدر تعيش الحياة بسعادة أكتر. إبيكتيتس كمان كان ليه مقولة مهمة جدا هتساعدنا كتير في التعامل مع الأحداث عموما، أو في التعامل مع الأشخاص الغير سوية ومنهم الشخص النرجسي. إبيكتيتس بيقول: لا يمكننا التحكم في العالم الخارجي، ولكن يمكننا التحكم في الموقف الذي نتخذه تجاهه. ومقولة تانية بيقول فيها: من يسيطر على نفسه هو الأقوى. صحيح طريقة الصخرة الرمادية أو الجراي روك بتعتبر طريقة قوية جدا في التعامل مع أي شخص مضطرب. في الحلقة الجاية هنشرح بالتفصيل خطوات تطبيق الطريقة دي في التعامل مع أي شخص غير سوي أو مضطرب أو نرجسي. لكن لازم نكون متفقين إنك هتتصرف على غير طبيعتك. ممكن ده يحميك في بعض المواقف، ممكن جدا يحميك، لكن بشكل مؤقت. لازم تكون عارف إنه على المدى البعيد ممكن الطريقة دي يكون ليها تأثير نفسي سيء عليك أنت شخصيا، لأنك ببساطة بتتصرف على غير طبيعتك. ممكن جدا تحس بضغط نفسي كبير جدا لو استخدمتها لفترة طويلة. كمان الطريقة دي ما تصلحش في حالة إنك تعرضت لأذى جسدي. في الحالة دي لازم طبعا تحمي نفسك ويكون ليك رد فعل قوي علشان سلامتك. في النهاية في الجزء الثاني هنتكلم عن خطوات
تطبيق طريقة الصخرة الرمادية أو الجراي لو.